غني عليه أن يفوز اليوم بثلاث نقاط. هاي كرة لحمري يصعب التصويب والهدف. الهدف الأول من المخضرم ب هذه التصويبة الجميلة مباشرة في شباك حنان عبد السلام عن طريق محمد بن شعيرة. نلعب الدقيقة 25 من الشوط الأول، هدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي القسنطيني، في الوقت اللي كنت نقول أنه الغني من يفوز طبعا النقاط الثلاث لحد الآن. طبعا أقول 3 نقاط لصالح السياسي أمام لوهسان بعد هذه الكرة الجميلة والتصوير. الترجي الرياضي المستغانمي والركنية من سيدي علي العمري، القدم اليسرى عالية والرأسية الأولى ثم التصويب وهدف التعديل كان ممتاز من بن عمار بن علي بالقدم اليمنى يعادل النتيجة بعد ركنية أخذ ورد وفي الزاوية البعيدة، كان حطها تماما يعني ما ضربهاش بقوة فقط، ولكن ضربها بالقدم اليمنى وبداخل القدم اليمنى، راحت دائرية سكنت الشباك لبوحلفة بالهدف في بداية الشوط الثاني هذا. ونلعب الدقيقة الآن في الشوط الثاني، الدقيقة أقول 10 من الشوط الثاني، هدف مقابل هدف بعد هذه المحاولة والركنية من سيدي